السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، وإن شاء الله بإذن الله أنا الفيديو ده غريب من نوعه وجديد بعد طول انتظار. طبعا هتتفاجئوا إن أنا منزل فيديو زي كده. خلينا نقول إن إحنا في ظل غلاء الأسعار الحالي، الواحد طبعا بيحاول إن هو يقتصد على قد الظروف. طيب النهارده عشان ما أطولش عليكم في الفيديو، بس قبل ما نبتدي نصلي على النبي كده ونوحد الله، ما تنسوش تشتركوا في القناة والنهارده انا جايب لكم فيه منتج اسمه سان لوكس. طبعا انا ما بعملش اعلان على اي منتج طبعا، بس هو ده صابون سائل مركز. المفروض ان هو انا لما اشتريته مشتريه ب 35، بس هو لما انا اكتشفت ان بعد كده ان دي كانت لازقه وهم كانوا لازقينها، ولما جيت فتحت كده لقيت ان هي اصلا ب 30. المفروض ان الحبه دول يعملوا 8 لتر. انا جايب هنا زي جردل اهو. طيب انا عندي هنا جردل 4 لتر كنت شاريه من فتره، وعندي برضو جردل هنا اهو او جيركن 4 لتر. فانا هعمل ايه؟ انا هعمل الجردل ده ميه في 2، يبقى كده كام؟ يبقى كده 8 لتر. الكيس ده احنا هنفتحه مع بعض دلوقتي عشان نشوف ايه المكونات بتاعته. فاتحه اهو، نفتح من هنا. اوكي، بسم الله على بركه الله. طيب هو انا لقيت هنا بودر، في هنا ده المفروض صابون سائل مركز. هو بيقول لك انك انت بتحط ده مع البودر، فبتحط كميه البودر على حسب الكميه بتاعه الميه. وده ليه؟ عشان خاطر التركيز. يعني هنفرغ ده هنا، وبعدين لو هنحط مثلا 4 لتر ميه هنحط نص الكميه، لو هنحط 6 لتر ميه هنحط 3/4 الكميه، ولو هنحط 8 لتر ميه كلهم هنحط الكميه كلها. انا مش هحط ال8 لتر كلهم، هحط حوالي 7 وهحط الكميه كلها. قلت عشان خاطر يبقى فيه ايه تركيز ورغوه وحاجات تانية كده. التركايه اللي انا هعملها ايه هقول لكم عليها مع استمراريه الفيديو ان شاء الله. طبعا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي نفرغ المحتويات بتاعه الكيس كله. يعني هو ما جابش تقريبا نص لتر، بس هو المفروض بيتكلم ان ده مركز. المفروض الحبه دول يعملوا لك 8 لتر مع البودر، اللي هو هيديك بعد كده الثبات والريحه والقصه دي كلها. نعصر بقى كده كله، ماشي، ونحطه هنا. دي كلها نرميها في الزباله مره واحده، وهنجيب الخلطه. قال لك نخلط الاول اهو. نجيب الخلط دي كده. طبعا ما نعرفش بصراحه لازم نستخدم جوانتي ولا لا، بس يعني ايه، حاجات المنظفات عامه انا بنصح ان هي تبقى لابسه جوانتي، عشان خاطر في ناس بشرتها حساسه. احنا رجاله ما بنحسش. طيب احنا المفروض ان هو قال لك هندلق الكميه طبعا كلها، هندلق الكميه كلها، وانا هوقف عقبال ما اظبط الاضاءه وارجع لكم تاني. تمام يا جماعه، انا جيت دلوقتي عدلت النور. انا هفضل ان انا قال لك ايه، اجيب اي ملانه خشب فيها اقلب بيها لحد ما يفضل الايه الخليط ده يمتزج بالايه بالسائل. اهو خلصنا. الحبه دول انا هحط عليهم ال4 لتر دول، ماشي، ميه هنحطهم بقى. بسم الله كده. دول 4 لتر. هحط بقى ايه من ده كان منظف ارضيات بتاع يعني بريحه الليمون قوي جدا. هحط مثلا قيمه غطا معاه. اوكي، احنا حطينا 4 لتر، هحط تقريبا 2 لتر واحطهم. انا عملت ايه 6 لتر، اوزعهم كده. خلاص، ميه بارده يا جماعه مش ميه سخنه. وادي تقليبه كده بسيطه. طبعا انا ما اعرفش القصه بتاعت الصابون، ولا انا ليا في قصه الصابون طبعا. بس هنا ايه، قلت ايه تجربه والواحد يجربها ايه مع الناس حبايبه. لعل وعسى في ناس طبعا بتشكر في المنتج ده، او يعني المنتجات اللي هي بتبقى الصابون المركز ده، وبتقول ان هو بيعمل يعني كميه حلوه. طبعا احنا كده حطينا 2 و4 6، احنا كنا قايلين هنحط 7 لتر. انا كده اهو جبت اللتر، وهنبتدي بقى نحطه هنا كده. يبقى احنا حطينا كده ايه 7 لتر. 7 لتر قلبهم كده على الهادي خالص. تحط بقى بعد ما تحط الباودر وتحط تخلطه بالسائل. قال لك بيترك الخليط لمدة 3 ساعات حتى يتم الامتزاج التام ويتم إطلاق المواد النشطة للتنظيف الجيد. طبعا هو بيستخدم للمواعين يعني. والله هنجرب، لو نفع يبقى خير وبركة،
لو ما نفعش يبقى دينا حطينا 35 جنيه في التجربه. احنا بنتكلم ده دلوقتي السعر الحالي يعني، مش عارف بقى ممكن بعد كده يغلى على حسب الدنيا. بس كده، وهنسيبه 3 ساعات وان شاء الله بقى ابقى اجي لكم بعد ال3 ساعات كده اوريكم الكثافه بتاعته. A few moments later. التركايه اللي انا كنت عايز احطها هي ده الخل يا جماعه. الخل معاه ادي غطا 2 او ممكن 3 غطيان خل هتخلي لك مسحوق ده او الخلطه دي تحفه، هتلمع بطريقه بشعه، وخصوصا الحاجات اللي هي الاستانلس والحاجات دي كلها. طبعا الرغوه دي بسبب اللي احنا حطيناه اللي هو المسحوق اللي هو بتاع الارضيات ده، هو بيدي رغوه وبيدي ريحه حلوه جدا. والست البيت اللي لو عايزه مثلا تحط حاجه معطره ممكن تجيب حاجه معطره من عند الراجل بتاع المنظفات. بس وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله، واستنونا لما يهدى المسحوق ده، وبعد 3 ساعات نشوف هيبقى عامل ازاي والتأثير بتاعه عامل ازاي. رجعنا تاني بعد 3 ساعات ونص تقريبا. ده منظر المسحوق. كانت ريحة ليمون كانت ريحة ليمون، بس هو ما اداش اي لون. تمام زي ما احنا شايفين كده اهو، اللون بتاعه ابيض، القوام بتاعه سائلي خالص اهو. مش عارف انتوا شايفين القوام ولا لا. هو تحت تحس ان هو يعني حلو، عارف اللي هو قوامه مظبوط، انما لما ترفعه كده لا، منظره مش تقيل او كثافته مش كتيره، قصاد طبعا ان هو تكون الميه اقل من المعدل الطبيعي. طيب عامة احنا مش هنضيع الموضوع ده، وهنشوف لو احنا عايزين مثلا نغسل بيه كوبايه او حاجه. هناخد حبه كده اهو، نحطهم في الكوبايه واحنا حطينا شويه صغيرين قوي. هشوف بقى هغسلها وارجع اوريها لكم. بص هي دي كده قبل ما تتغسل وقبل ما تعمل اي حاجه اهو. دي الكوبايه طبعا يعني ممكن اقول اداء راضي عنه ماشي، بس هو طبعا محتاجين ان احنا بقى نعبيه في في الجرادل. البياض ده او الكثافه دي قلت، ممكن يكون بسبب الخل، ممكن يكون بسبب الماده اللي انا حطيتها اللي هي بتاعه التنظيف، ولكن الله اعلم. بس يعني واحد يقول خلينا نجرب، وهي تجربه وعدت وربنا ييسر ان شاء الله مش هنكررها تاني. او ممكن لو كررتها ما احطش اي اضافات واشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. لو انتوا عايزين ان انا اجربها تاني قولوا لي واجربها، وقولوا لي في الكومنتات رايكم. واللي جرب الخلطات دي او يعني نوع الخلطه دي يقول لي الخلطة دي أنا ممكن أكون عملت غلط، أو مثلا ضفت زيادة. يعني نتناقش نشوف اللي ممكن إحنا نكون مثلا فوتناه. أنا عشان ما أطولش عليكم هعبي الجركنين، وعايز أفكركم تاني بأنكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وقولوا لنا بقى رأيكم برضو في الفيديو، وقولوا لنا محتاجين إن أنتوا تشوفوا مننا. وأنا إن شاء الله بإذن الله في فيديوهات كده في القناة نازلة كتير. أشوفكم على خير، أتمنى لكم الصحة والخير والسعادة في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.